قيل إن الظلم الذي لا يغفره الله وهو أن يشرك به والعياذ بالله. عشان نعرف رأيه القانوني في الدفوع اللي قدمها محامي المتهمة أمام عدالة المحكمة الموقرة. الدفع بانقضاء الجريمة بمضي المدة. الجريمة اللي احنا بصددها جريمة تهتز لها 7 سماوات. أبناء المدعو، التقرير قال المدعو محمد هادي إن المجني عليه ذهب لمصلحة الطب الشرعي وفي حوزته عينة الدم. ما يدرينا أن عينة الدم التي تم تسليمها في مصلحة الطب الشرعي هي عينة المجني عليه. إن شاء الله. يعني أنا رسالة بوجهها لك، أنت كنت شاهد على واقعة الطب الشرعي، كنت شاهد عيان. هو ده بس الرسالة اللي أنا حابب أوضحها عشان الناس تبقى عارفة، واللي مش عارف يقرأ ما يسمعش، ما تسمعش مني، ما بقولكش اسمع مني، وصدق اللي بقوله اقرأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع حضراتكم في تغطية قضية الزوج والزوجة اللي شغلت الرأي العام على مدار الشهور اللي فاتت، وطبعا كل الناس مهتمة بجلسة 15/2 وجلسة إنكار النسب يوم 21/2. فزي ما بنقعد حضراتكم دايما اللي احنا بننزل ونغطي الجلسات من جوه المحكمة، وزي ما حضراتكم عارفين بعد انتهاء الجلسة بنعمل لقاء مهم مع أطراف القضية، والنهارده هنعمل لقاء مع الأستاذ محمد خيري محامي المجني عليه والأستاذ محمد الهادي علشان يرد على كل الدفوع اللي هتتقال في جلسة النهارده. وطبعا بعد كل جلسة بيبقى فيه قيل وقال وبينتشر على السوشيال ميديا اخبار مغلوطة، علشان كده بنقعد ونتكلم مع بعض ونقول لحضراتكم الحقيقة فين. وزي ما قلت وبقول تاني وتالت ورابع وبأكد ان مؤسسة القضاء المصري مؤسسة وطنية، وعندي ثقة انها تصدر حكم تاريخي يسطر بحروف من ذهب في سجلات القضاء المصري، وده مش غريب على مؤسسة وطنية وعريقة زي مؤسسة القضاء. والحكم ده ان شاء الله هيبقى رسالة قوية لأي شخص تسول له نفسه إن يشكك في مؤسسات الدولة دي. وزي ما عودت حضراتكم مكملين في طريق الحق لحد النهاية، هننصر المظلوم ونقف ضد الظالم. يلا بينا ننزل ونغطي جلسة النهاردة ونشوف إيه اللي هيحصل في اللقاء الشيق اللي هيدور بيني وبين الأستاذ محمد خيري والأستاذ محمد الهادي. ابقوا معنا. ورحمة الله وبركاته. مكملين مع حضراتكم في تغطية قضية الزوج والزوجة اللي شغلت الرأي العام على مدار الشهور اللي فاتت، وطبعا انتشر على السوشيال ميديا أسئلة كتيرة كانت محتاجة إجابة بعد جلسة 15/2. فمن هنا أحب أرحب بمعالي المستشار محمد بك خيري. أهلا بحضرتك يا معالي المستشار. يا أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ إسلام. أهلا بك يا فندم. وأحب أرحب بالأستاذ محمد الهادي. أهلا وسهلا أستاذ إسلام، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. طبعا في اسئله كتير شغلت الراي العام وخصوصا بعد جلسه 15/2، فاحب حضرتك يا معالي المستشار توضح للناس ايه يعني ملخص كده للي حصل جوه الجلسه. مبدئيا كده يعني قبل ما نبدأ في الكواليس سريعا كده حابب اعتذر عن التأخير في الظهور، يعني لأسباب خارجة عن الإرادة. فالمتابعين كلهم اعتذار مني ليكم ان انا اتأخرت في الظهور انا والأستاذ إسلام والأستاذ محمد. نرجع بقى للسؤال بتاع الأستاذ إسلام اللي حصل في جلسة 15/2 الماضي من يومين تحديدا فاتوا. يعني حصل في الجلسة مبدئيا يعني بوجه كل الشكر والتقدير والاحترام لهيئة المحكمة الموقرة، يعني على سعة صدرها، يعني استمعت إلى الجميع، استمعت إلى المجني عليه محمد هادي، واستمعت إلى محامي المجني عليه، واستمعت إلى محامي المتهمة، واستمعت إلى المتهم. المحكمة يعني قدمت يعني صورة رائعة جدا 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 في إدارتها للجلسة. بشكر عليه المحكمة الموقرة. بدأت الجلسة وسأل السيد المستشار الجليل المحترم الموقر الزوج المخدوع المكلوم المذبوح، وقال له يا محمد يا هادي ايه اللي حصل؟ فمحمد بدأ يسترسل معاه في الحديث وقال له الكل اللي حصل معاه من بداية
ما تم يعني اتصال علمه بوقوع الجريمة اللي وقعت في حقه إلى أن انتهى لليوم اللي احنا كنا فيه قدام المحكمة. سابش حاجة ما قالهاش محمد هاني. بعد كده المحكمة سمعت المتهمة، وسمعت المحامي بتاع المتهمة، وسمعتني. دارت الجلسة يعني في إطار قانوني وطلبات. يعني أنا مش يعني هنتكلم براحتنا في الحلقة دي. في حاجات غريبة حصلت من الأستاذ المحامي الزميل، يعني قال كلام أنا كمحامي يعني مش هقول ما ينفعش أقوله يعني، بس ما ينفعش إن أنا وأنا بتكلم في قضية زي دي إن أنا أتكلم في الكلام اللي حصل ده. قضية تمس الشرف وتمس السمعة، يعني قضية يعني مش سهل. أول حاجة المفروض نتكلم فيها هي آخر حاجة اتكلم فيها. فيعني علشان خاطر ما يعني ما نطلش في الاحاديث الجانبيه، نسال بقى محمد هادي يا استاذ اسلام بدايه الجلسه يعني مشيها بالترتيب. طيب استاذ محمد، يعني انا سمعت عداله المحكمه الموقره طلبت حضرتك وسمعتك، فيا ريت برضه حضرتك تقول للجمهور ايه اللي حصل تحديدا جوه غرفه المحكمه. وبسم الله الرحمن الرحيم. خليني بس في البدايه استاذ اسلام يعني اوجه رساله شكر وعرفان بالجميل لكل انسان فضل مساند لكل الناس اللي جات لي عند المحكمه وفي زياره غير متوقعه ومسانده غير متوقعه. كانت مفاجاه يعني بالنسبه لي، تاج ووسام على راسي وعلى جبيني، ان انا الاقي كميه الحب دوت، وان انا الاقي امهات جايه مخصوص عشان تقف معايا وتساعدني وتساندني وتدعي لي. فلكل انسان تعب نفسه وجالي زيارة حضرتك تاج على راسي، وسام على جبيني، امشي اتشرف بيه. ربنا يخليك. كل انسان دعالي من بيته، كل انسان سمح وجي على نفسه وعلى وقته وتفكيره ومجهوده واعطاني ولو القدر القليل من دوت، فده شيء لا يقدر بثمن. بالنسبة بقى للي حصل، عايز بس اقول حاجة كده يعني في البداية. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قضي الامر الذي فيه تستفتيان، صدق الله العظيم. قضي الامر في المأساة وفي الجرح وفي الألم وفي الكابوس اللي عشته على مدار 2 سنين. قضي الامر، خلاص وصلت لآخر محطة وفي انتظار حكم الله. قضي الأمر ورفع المظلوم شكواه ووصل بها إلى نهاية المطاف في الدنيا. قضي الأمر ووقف الظالم والمظلوم أمام هيئة موقرة تقضي بما قضاه الله وتقضي بالعدل دون أن تنحاز لطرف ضد طرف. فخلصت القضية، خلص مشواري، قلت كل اللي عندي، وإن كان هناك الكثير والكثير لم أفصح عنه، بس أنا قلت كل اللي جوايا من منطلق إني بجيب حقي. قلت كل اللي عندي وكل الجرح والألم اللي عشته علشان أوصل لحقي، مش عشان أشهر أو أنتقم من حد دمرني، استباح عرضي ومالي وحياتي، خلسة وسرقة وفي الضلمة مش في النور. قلت كل اللي عندي علشان ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بكده، والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بكده. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث له: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. والقوة في الإيمان مش معناها الانسحاب. الرسول ما كانش عمره بينسحب، الرسول كان بيواجه، الصحابة كانت بتواجه، التابعين كانوا بيواجهوا، وكل إنسان بيتعرض لظلم ينبغي عليه إنه يواجه بشرف، وبحط تحت كلمة شرف دي 1,000,000 خط. واجه بشرف، تاخد حقك، وبعد كده الأمر كله متروك لربنا سبحانه وتعالى. اللي حصل في الجلسة زي ما أشار طبعا الأستاذ محمد، دخلنا اتندى علينا، القاضي الجليل ندى عليا، استمع في إيجاز مني للمأساة. حتى لا برضه يعني كان
مش عايز ان انا اطيل على وقت المحكمة، استمع لموجز بسيط مني وقلت كل باختصار المأساة اللي انا مريت بيها وعشت بيها وايه اللي تم معايا وازاي وصلت للمرحلة النهائية اللي انا كنت واقف فيها امام الهيئة الموقرة. بعد كده اكتفيت بالحديث وتم توجيه السؤال للمتهمة، وهي يعني أدلت بدلوها وقالت اللي هي عايزة تقوله. بعد كده السادة المحامين قاموا كل منهم بمرافعته، وقام محامي المتهمة بدفوعه قدمها، وتم الرد من خلالي بعض الشيء ومن الأستاذ محمد خيري من خلال مرافعته أمام المحكمة، وتركت ورفعت الجلسة. وبعد كده القرار كلكم طبعا عرفتوه، ان هو القرار للفصل للنطق بالحكم لجلسة 29/3. فهو ده اللي حصل باختصار في الجلسة، وكلنا ان شاء الله ثقة في عدل ربنا، وثقة في ان الله حي قيوم لا يغفل ولا ينام، وثقة مطلقة في القضاء المصري وفي نزاهة القضاء المصري. وإن شاء الله بإذن الله مفيش حق هيضيع، وربنا سبحانه وتعالى عالم إني مظلوم وإني ما بتجناش على حد وإني مش بظلم حد ومش بشهر حد. هو حابب بس يعني استشهد بحديث كده عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ارد بيه على كل الناس اللي وقفت قصادي وحاربتني واتهمتني بعدم الرجولة والدياثة والعياذ بالله، وكل الاقاويل اللي قيلت عليا. ليه؟ لاني باخد حقي، وهو ده السبيل الوحيد ان انا اعرف اخد حقي. يعني انا مش عارف اذا ايه العيب في ان انا اخد حقي. يعني انا تم استباحة كل حاجة في حياتي، ومع ذلك الناس بتدافع عن اللي استباحوا كل حاجة في حياتي، ومستكترين عليا ان انا يعني استخدم اقل ما يمكن استخدامه لاسترداد حقي. فانا عايز بس اقول لكم حاجة واحدة بس كده. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الظلم عند الله ثلاث. ان الظلم عند الله ثلاث: ظلم او ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه الله. قيل يا رسول الله وما هو؟ قيل إن الظلم الذي لا يغفره الله وهو أن يشرك به والعياذ بالله. ربنا عمره ما هيغفر لأي إنسان يلحد أو يشرك بالله، لأن ده والعياذ بالله كفر. والظلم الذي يغفره الله فهو الظلم الذي يرتكبه العبد ثم يتوب فيه إلى الله. هذا ما كنت أقوله بين العبد وربه. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فهو الظلم الذي بين العبد والعبد، فلا يتركه الله سبحانه وتعالى حتى يدينوا لبعضهم بعضا. هي دي حكايتي، وهو ده الظلم اللي وقع عليا. فالظلم بين العبد والعبد لا يتركه الله. فكون ان احنا نيجي نقعد نقول الستر ومش الستر ونحط الكلام في غير مواضيعه، فده هنا تحايل واستغلال لبعض الألفاظ الدينية والأقاويل الدينية. حضرتك الستر مقدم في الإسلام وأنا أتفق معك، والستر مستحب، أنا أتفق معك، ولكن الستر فيما تراه أنت صدفة بين عباد يعصون الله والله يراهم قبلهم جميعا وقبلنا جميعا. فهنا مستحب الستر إنك تغفل وتتركهم للي خلقهم. إنما لما يبقى في مظلمة ما بين عبد وعبد، فربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا ناخد حقوقنا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما تعرض للظلم وتعرض للمواجهة وتعرض يعني للادعاء عليه ظلما وكل حاجة، واجه، ما تخفاش، مع انه منصور ومحفوظ من عند الله سبحانه وتعالى، لكنه واجه وخرج في غزوات وخرج. ولما ربنا نصره ومكنه من حقه ورفع راية الإسلام وانتصر على أعداء الله وأعداء المسلمين، كان له مطلق الحرية في قراره، فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، بس خد حقه. هو ده بس الرسالة اللي أنا حابب أوضحها عشان الناس تبقى عارفة، واللي مش عارف يقرأ ما يسمعش، ما تسمعش مني، ما بقولكش اسمع مني، صدق اللي بقوله، اقرأ، خش وابحث واعمل، قول الظلم عند الله، ما معنى الظلم، خش يكتب قول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، واقرأ تفسيرها.
اكتب تفسير الحديث لعن الله من انتسب الى غير مواليه، وهات المواليه دي وخش في تفاسيرها، ولما توصل عند الابناء شوف الاستدلال تم بايه. ده كتب الشريعه والفقه. الاستدلال تم بالايه الكريمه ادعوهم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لابائهم هو اقسطوا عند الله. ففسروا، خشوا دوروا اقروا، وبعد كده بيطلعوا واجهوا وكلموا. فهو ده اللي حصل، ودي رساله موجزه عن المشهد اللي تم في المحكمه في اليومين اللي فاتوا. شكرا ليك يا استاذ محمد. طبعا انتشر على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت تعليقات كتير وكلام كتير على السوشيال ميديا على الدفع اللي قدمه محامي المتهمه امام عداله المحكمه الموقره. فطبعا انا خدت كل الاسئله وهعرضها على معالي المستشار محمد بيه خيري عشان نعرف رايه القانوني في الدفوع اللي قدمها محامي المتهمه امام عداله المحكمه الموقره. محامي المتهمه امام عداله المحكمه قدم دفع بانقضاء الجريمه لمضي المده. تعليق حضرتك يا معالي المستشار على الدفع ده؟ يعني هو الدفع ده سبق يعني وأن دفع به المحامي السابق للمتهم مش المتهمة، وقال ندفع بانقضاء الجريمة بمضي المدة أو انقضاء الدعوة الجنائية بمضي المدة. ليه بقى؟ هم هنا يعني من وجهة نظرهم بيقولوا ان الجريمة انقضت بمضي المدة، وان كان هذا الدفع يؤكد الجريمة ولكنه غير متوافر في اوراق الدعوة. الدفع بانقضاء الجريمة بمضي المدة وان كان يعني انا من وجهة نظري القانونية الدفع ده بعيدا كل البعد عن اوراق الدعوة. وهقول لحضراتكم ليه. هم بقى عايزين يربطوا ما بين ان تاريخ ميلاد اخر طفلة، مش هقول اسم الطفلة طبعا علشان احنا بنحترم ذلك وهم لا يحترموه، تاريخ ميلاد اخر طفلة في 2014. محمد هادي رفع شكوته او حرر محضر الزنا في 2018. فهم كده بيقولوا في 4 سنين عدت على الجريمة، في 4 سنين عدوا على الجريمة. يعني معلش يعني دي حاجة تكسف وإن كانت غير متوفرة في الأوراق، بس ده شيء يكسف. يعني الدفع ده وإن كان قانوني رغم عدم توافره في الأوراق، بس مش ده الدفع اللي تدفع بيه أي محامي أيا كان مين هو. مش ده الدفع اللي تدفع فيه اللي تدفع بيه في جريمة زي دي أو في جريمة مثل هذه الجريمة. طب إيه السبب يا معالي المستشار؟ إحنا دلوقتي يا أستاذ إسلام يعني في جريمة يهتز لها عرش الرحمن. الجريمة اللي احنا بصددها جريمة تهتز لها 7 سماوات. لما تيجي واحدة يعني برضو انا مش حابب اقول اسمك، انا قرفان منك، اكاد اجزم ان مصر كلها والعالم كله قرفان منك. لما تيجي واحدة تنجب 3 اطفال سفاحا من شخص اخر غير الشخص اللي امنها على نفسه وعلى ماله وعلى شرفه وعلى عرضه، الجريمة دي بعد اذن السادة المشاهدين وبعد اذن السادة المحامين المحترمين، السادة المحامين اللي درسوا قانون صح، والسادة المحامين اللي يعني في القضايا اللي زي دي ألف ب أثبت براءتي، ما دورش أشوف القانون فيه ثغرة مثلا بتقول وبأكد إن الدفع ده غير متوافر في أوراق الدعوة. تعال اثبت براءتك، تعال اثبتي براءتك، هات المتهم وخليه يحلل مع الأطفال وتطلع النتيجة، يا تطلع حاجة من الاتنين، يا إما أولاده يا إما مش أولاده. زي ما جه تقرير الطب الشرعي المحترم وأجزم بما لا يدع مجالا للشك إن ال3 أطفال استحالة إن هم يكونوا أبناء المدعو. التقرير قال المدعو محمد هادي، ما قالش الأب. تقرير الطب الشرعي قال بالنسبة لمحمد هادي إنه هو مش أبو ال3 أطفال، وما قالش مش أبوهم وسكت، قال استحالة إنه يكون أبو ال3 أطفال. ونفس التقرير
اللي بتشككوا فيه قال ان ال3 اطفال ابناء الزوجة. فاذا التقرير بتاع الطب الشرعي زي ما قلت، خدوا التقرير كله على بعضه، ما تاخدوش حتة وتسيبوا حتة، لان لو بتشككوا في التقرير نروح ندور لهم على كمان، يبقى ال3 اطفال جم من السوبر ماركت. انا اسف في التعبير، بس ده مش تهكم، ده تهكم على الفكر العقيم اللي عايزين يوصلوه للرأي للسادة المشاهدين وعايزين يسيروه. نرجع بقى للدفع. الدفع مش متوافر في أوراق الدعوة. ليه؟ لأن القانون قال إن يجب على الزوج بمجرد علمه إن هو ما يعديش 3 شهور. أنا هتكلم بالبلدي عشان السادة المشاهدين. في ناس بسيطة جدا زينا، إحنا ناس بسطاء، وإن كنا يعني مهنتنا هي المحاماة ودرسنا القانون، بس إحنا دلوقتي مش بنخاطب المحامين بس، إحنا بنخاطب الجمهور كله اللي بيتابع القضية دي. معنى الدفع ده ببساطة شديدة إن القانون قال إن ما يعديش أكتر من 3 شهور. في نقطتين قانونيتين هنتكلم فيهم. قال لك ما يعديش 3 شهور على مرور الجريمة، وإلا يسقط حق الشكوى بالنسبة للزوج. ورجع قال لو انقضت الجريمة بمضي المدة بمرور 3 سنين. تمام؟ هنا بقى نرجع ونقول الجريمة يعني تم اتصال علم المجني عليه بالجريمة في 2018. في 2018 ورفع واشتكى في ده، اشتكى يعني زوجته بالزنا بعدها ب6 أيام من اتصال علمه اليقيني. اتصال علمه اليقيني بوقوع الجريمة، لأن القانون اشترط علشان نحسب المدة بتاعت ال3 شهور، اشترط ان يجب ان يكون العلم يقيني ولا يفترض العلم الظني. لما نيجي بقى نطبق الكلام ده على الورقة هنلاقي ان الزوج حرر محضره بعد علمه اليقيني بوقوع الجريمة ب6 أيام. يعني ما عداش 3 شهور، مش 3 سنين، ده ما عداش 3 شهور، مش 3 سنين زي انقضاء الدعوة بمضي المدة. يعني انا مشفق عليكم من ان انتوا تدفعوا دفع زي ده في جريمة كبيرة زي دي. هاتوا المتهم زي ما انا قلت ويحلل مع الاطفال، بس هو دلوقتي هربان. هاتوه يحلل مع الاطفال ال3، هيطلع نتيجة من الاتنين، يا ابوهم يا مش ابوه. لما يطلع ان هو مش ابوهم نبدأ نرجع نتكلم. ده الدفع المقبول، والعقل والمنطق بيقول ان ما ينفعش يحصل غير كده. طب ده كان اول دفع يا استاذ محمد الدفع بيه في امام عدالة المحكمة؟ عشان ما نرجعش للدفع ده تاني يا استاذ اسلام. محمد هادي عرف ان ال3 اطفال مش اطفاله يوم 13/11/2018. ده اللي مكتوب في التقرير، بس هو استلم التقرير يوم 14/11. الولد والبنت صغيرين الاول. بالنسبه للطفلين الصغيرين. خارجي ولا تقرير الطب الشرعي؟ تقرير المختبر. تقرير الطب المعمل الخارجي. المعمل المختبر، المعمل المحترم. تمام. رفع حرر المحضر يوم 19/11/2018. 6 أيام. 6 أيام من تاريخ العلم. 6 أيام من تاريخ العلم، مش 3 شهور ومش 3 سنين. وده القانون اللي قاله. ده الدفع الاولاني اللي انا شايفه من وجهة نظري لا يتفق مع ما تحويه اوراق الدعوة. طب هستغل النقطة دي يا معالي المستشار. في دفع تاني قدمه محامي المتهمة قدام امام عدالة المحكمة الموقرة، وانا هقرا الدفع يعني حرفيا عشان يكون الكلام ثقة. قال محامي المتهمة طبقا لما جاء بتقرير الطب الشرعي ان المجني عليه ذهب لمصلحة الطب الشرعي وفي حوزته عينة الدم، ما يدرينا أن عينة الدم التي تم تسليمها في مصلحة الطب الشرعي هي عينة المجني عليه. فأحب أعرف تعليق حضرتك على الدفع اللي قدمه محامي المتهمة أمام عدالة المحكمة. يعني هذا فكر عقيم، يعني وقول لا يتفق مع ما تحويه الأوراق في الدعوة. يعني المتهم مش هنتكلم عليه دلوقتي، خلينا نتكلم على
المتهمة والمجني عليه والثلاث أطفال. تقرير الطب الشرعي قال تم أخذ العينة من الطفل كذا، تم أخذ العينة من الطفل كذا، تم أخذ العينة من الطفل كذا، تم أخذ العينة من الزوجة، تم أخذ العينة من الزوج. الأسامي مش هقولها بتاعت الأطفال والمتهمة. والله يعني أنا مش حابب أصلا إن أنا يعني اسمك ما يجيش على لساني، بس الأسامي كلها تم أخذ العينة من فلانة، تم أخذ العينة من الطفل فلان، تم أخذ العينة من الطفلة فلان، تم أخذ العينة من الطفل فلان، تم أخذ العينة يعني آخر حاجة من الزوج، الراجل المجني عليه اللي قاعد قدامكم ده اللي كلكم عارفينه. لما يجي تقرير الطب الشرعي يقول تم أخذ وبمعرفة الطبيبة الشرعية. كان مكتوب في تقرير الطب الشرعي طبعا بمعرفة الطبيبة الشرعية طبعا. نيجي احنا عايزين نسوق ان محمد هادي واخد العينة معاه. الكلام اللي انا بقوله ده يتقال من محامي المتهمة في الجلسة، يعني انا ما اعرفش اتقال ازاي. هو محمد هادي كان رايح سوق الحد؟ كان واخد كيس فاكهة معاه وداخل بيه سوق الحد، ولا كان واخد ايه؟ الاستاذ عماد عبد الحليم لو سمعني، اللي كان موجود، مش انا اللي هتكلم، الاستاذ عماد عبد الحليم المحترم اللي كان موجود، مش الاستاذ عماد عبد الحليم كان موجود يا محمد هادي؟ نسال الاستاذ محمد ايه اللي حصل بالظبط وهو بياخد العينه. الاستاذ عماد عبد الحليم يعني ان شاء الله، يعني انا رساله بوجهها لك، انت كنت شاهد على واقعة الطب الشرعي، كنت شاهد عيان، بعيدا عن كونك محامي، بعيدا عن كونك محامي، وبعيدا عن كونك تنحيت عن الايه، عن الدفاع عن المتهم. انت كنت موجود يا استاذ عماد عبد الحليم في الطب الشرعي. يا ريت تطلع وتقول للناس اللي بتحترمك، لان دايما كلامك كان بيقول انا ببحث عن الحقيقه وعن الحق. اطلع قول حق ربنا. اولا انا مش بدافع لان احنا مش في مجال الاتهام، ولكن طالما الكلمه دي اثيرت امام الراي العام وجب ان اللي كان موجود، مش هقول انا بقى، ومش هنقول محمد هادي، رغم ان انا عارف ان الناس كلها بتصدق محمد هادي، لان اللي محمد هادي بيقوله من قلبه، فاللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب. الاستاذ عماد عبد الحليم كان موجود، اطلع يا استاذ عماد عبد الحليم وقول، محدش يرجع يقول بقى هو اتنحى عن القضيه فما طلعش يتكلم تاني. انا دلوقتي بخاطب عماد عبد الحليم مع حفظ الالقاب، الانسان اللي كان موجود يشهد شهاده حق، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يكتم الشهاده فانه آثم قلبه. فاللي عنده شهاده في اي كلمه هتتقال يطلع يقولها. محمد هادي ما كانش رايح سوق الحد، الكلام ده لمحامي المتهم، كانش رايح سوق الحد ياخد عين الدم معاه وهو رايح. وما اعرفش الكلام اللي انت قلته ده قلته ازاي، مع احترامي لحضرتك وكونك زميل وكونك محامي، بس يعني كلامك ده ما كانش فيه توجيه لمحمد هادي، اكتر ما كان فيه يعني تجريح في مؤسسة الطب الشرعي التي لا تقبل ولن تقبل ولم تقبل بأي حال من الأحوال أن تجامل مثلما ذكرت حضرتك في أول ظهور ليك على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب، اللي انت انتقدت اليوتيوب وقلت أنا ما بيهمنيش الرأي العام. طالع ليه بتتكلم قدام الناس وعلى نفس منصة اليوتيوب قلت إن تقرير الطب الشرعي يعني جامل المجني عليه. الطب الشرعي وهو من المؤسسات العريقة في الدولة، وإحدى المؤسسات التابعة لوزارة العدل المصرية. لما تيجي أي حد لما يجي يتكلم على أي مؤسسة تابعة لوزارة العدل يتكلم بأدب واحترام، ويفكر 100 مرة قبل ما يقول الكلمة اللي حضرتك قلتها دي. طب الشرعي مين محمد هادي؟ يعني رغم احترام محمد هادي اخويا، مين محمد هادي اللي الطب الشرعي هيجامله؟ الطب الشرعي ما بيجاملش كبار الرجال في الدولة، مؤسسة قضائية عريقة. ارجعوا بقى للذاكرة وللتاريخ وشوفوا كان في يعني شخصية مش سياسية
شخصية معروفة في الوسط المصري، وكانت الجريمة دي يعني تتعلق يعني بمقتل فنانة. الناس دي محمد هادي هيروح فيها فين؟ ورغم كده الطب الشرعي ما جاملش، ولا عمره جامل ولا عمره هيجامل، ولا عمرنا سمعنا عنه انه جامل. والفنانين يعني ملاش بقى قضية القتل، الفنانين بدون ذكر اسماء اللي يعني كان فيهم ليهم قضايا اثبات نسب، الطب الشرعي ما جاملهمش ليه؟ محمد هادي هيروح في الناس دي فين؟ مع ان كلنا بشر، مفيش حد احسن من حد، ولكن احنا بنخاطب العقل، بنخاطب المنطق، بنخاطب الناس اللي بتفهم. هما اللي فاتوا دول كانت جاملوا رغم يعني مش هقول نفوذهم. في مصر مفيش حاجة اسمها نفوذ. سألت حضرتك وحضرتك عرضت سؤالي، عرضت على الأستاذ عماد وقلت له ما رأيك يا أستاذ عماد فيما أثير حول أن المتهمة وهي ذاهبة إلى مصلحة الطب الشرعي كانت متكلبشة. ده لو حضرتك حابب ان احنا نعرضه أعرضه طبعا. طب احنا هنعرض على حضراتكم تقرير الطب الشرعي وهيظهر على حضراتكم على الشاشة. وباستخلاص الحمض النووي طبقا للقواعد العلمية، لو أنا رايح بعينتي في إيدي وهي رايحة بعينتها في إيديها، كان أحرى. أنا مش متخيل إن في بني آدم يعيش الحلم اللي أنا كنت عايش فيه ده ويصحى من النوم على الكابوس وتقول له اسكت. صحفيين، رياضيين، فنيين، طبيين، أطباء، دكتور مجدي يعقوب الذي لن يجود العالم بمثله طالع من مصر. دكتور أحمد زويل رحمة الله عليه طالع من مصر. ومش هقول أنا عايزهم بس كده، عايز أشوف وش ده يعني ده تحدي؟ طبعا تحدي.